صباح الخير. لو عندكم كام رواقة كده من رواق العيد او حتى من البواقي المتكسرة، تعالوا نعمل بيها احلى طاجن رواق باللبن وبدون اي فزلكة وبدون فرن ولا واقفة في المطبخ كتير. هنعمل في دقايق معدودة احلى فطار او تحلية او عشاء خفيف فظيع. انا جبت هنا 4 رقاقات وهكسرهم صغير، وبعد كده هجيب بقى طاسه سخنه على النار واحط فيها قطع الزبده وشويه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش، وممكن طبعا السمنه بلدي هتبقى احلى بكتير، ونحمر فيها الرقاق اللي احنا كسرناه لحد ما ياخد لون حلو قوي كده. هجيب بقى نص لتر من الحليب وعليه ربع كوبايه من السكر وعليهم 2 باكت من الفانيليا، ونقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب. هنجيب اي طاجن عندنا ونحط فيه كل الرقاق اللي احنا حمصناه، وهو طعمه كده متحمص بالزبدة طعمه خطير. هنجيب بقى الحليب السخن وننزله عليه كله، لازم الرقاق يبقى كده متغرق وعايم في الحليب، وهنحط عليها 2 3 معلقة من القشطة البلدي اللي هي قشطة وش الحليب، وعليها رشة سكر صغيرة، السكر العادي سكر السنترفيش بتدي كرملة ولون حلو قوي. هنغطي الطاجن ونسيبه شوية يتشرب ويطرى كده ويبقى حلو، وندخله تحت الشواية ياخد 2 3 دقايق ويطلع بالجمال ده. شوفولي بقى الطراوة والجمال والحلاوة بجد فظيع. هو كده لازم يبقى مليان حليب، ولو شرب الحليب قبل ما ندخله تحت الشوايه بنزود له شويه عشان لو نشف مش بيبقى احلى حاجه. حطوه بقى في طبق التقديم وكلوا واستمتعوا باحلى رقاق باللبن هتاكلوه في حياتكم. سهل وبسيط ولذيذ ومش مكلف واقتصادي جدا، ولو عاوزين تحطوا مكسرات حطوا، بس انا مش هحط، انا هاكله كده زي ما كنا بناكله زمان. بجد لازم تجربوه، اتحداكم ان انتوا تقدروا توقفوا اكل منه، الا بقى لو الطاجن ده كله خلص. جربوه وهستنى رايكم، ولو عجبكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وما تنسونيش. انا منى الموان، وباي باي.